عارفين الأطفال اللي بتنتقل من غير ما تتعمد بيحصل لها إيه؟ في أطفال كتير بتنتقل للسماء من غير ما تكون اتعمدت، ومحدش بيكون عارف إيه مصيرهم. والسيد المسيح قال في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث: من لم يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. ولكن في الحقيقة الله عادل جدا، والأطفال دول ملهمش ذنب في أي حاجة، وعلشان كده الله هيتعامل معاهم معاملة خاصة جدا. والدليل على كده ان في ناس كتير ما اتعمدتش ودخلت السماء، زي الناس الموجودين في العهد القديم واللي ماتوا على رجاء وراحوا السماء من غير معمودية. والكلام ده ينطبق على الأطفال اللي انتقلوا من غير ما يتعمدوا بس. كمان اللص اليمين اللي السيد المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس ما كانش متعمد. والحقيقة ان لو في طفل اتولد وبنسبة قليلة جدا ممكن ينتقل، فما فيش مانع انه يتعمد حتى لو مولود بقاله يوم واحد بس، وده لان خلاص الطفل اهم. فزي ما السيد المسيح قال من لم يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات، كمان هو قال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وبرضه قال إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السماوات. وانت كمان صل معايا وقول: يا رب ابعد عني كل حروب عدو الخير، احفظني وخليني دايما ماشي معاك في كل طرق، واحفظني من كل شر وكل هم وكل تعب.